السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبتكم بوصفة خبز البرجر، يعني تقدروا ديروا به تستعملوه كخبز برجر ولا تستعملوا يعني خبز كخبز عادي تاكلوه، يعني صراحة يجي روعة، نتمنى تجربوه. وهنا درت صحن تاع لوبيا يعني ومع هذا الخبز يعني جات روعة. نبداو في المقادير ديالنا. عندنا كاس حليب وكاس ماء، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة هنا استعملوا ملعقة ونصف تاع خميرة خبز، خميرة فورية، مع كيس تاع 10 غرام خميرة كيميائية. نخلطوا المكونات ديالنا مليح حتى تنسجم مع بعضها، ونديروا ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. نخلطوا المكونات تاعنا بالفوي. هنا دوب 3 معالق مارغرين، 3 معالق كبيرة تاع مارغرين مع 3 معالق تاع زيت. المعالق تكون كبيرة أكيد. هنا راح نستعمل الكاس الأول تاع الفارينة، يعني نحط كمية بهذه الطريقة ونخلطها بالفوي. نزيد نحط الكاس كامل، يعني لحد الآن أنا مستعمل كاس واحد. نزيدو الكاس الثاني، راح نستعمله كله. الآن ننتقل للكأس الثالث، مازال ما انتقلنا. الآن ننتقل للكأس الثالث. نحط كمية برك من الكأس الثالث، نخلط بالفوي بهذه الطريقة. هنا في هذه الحالة صاي الخليط تاعنا انسجم غاية، يعني ثقال. هنا راح نستعمل يدي. نضيف كامل الكاس الثالث، نضيفه كامل ونخلط بيدي بهذه الطريقة. يعني راح تاخد معنا حوالي 3 كيسان ونص تاع فارينة. انا درت لكم كمية كبيرة باش تكفيكم، وهنا نخلوها ترتاح نصف ساعة ونرجعوا ليها. وبعد ما ارتاحت نصف ساعة كما رانا نشوفوا، نشكلها على شكل كريات بهذه الطريقة، تكون متساوية في الحجم. يعني راح تجيكم حوالي 7 كريات ولا 8 كريات. عندنا الجنجلان، عندنا هنايا ماء دافي مع شوية مغرق ملعقة عسل. والجبن اختياري، يعني الجبن انا ضفته فقط، يعني ماشي شرط. نحطو شوية جبن مبشور، لا اي جبن عندك، ونغلق بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. شوفوا الطريقة اللي نغلق بها باش تاخد معكم شكل شباب. اذا نغلقوها بهذه الطريقة، من بعد نحطوها في داك العسل، في ملعقة العسل اللي ذوبناها في كمية من الماء، يعني نغطسها بهذه الطريقة. ومن بعد نحطها في الجنجلان، نحاول نعمرها مليح جنجلان. نكمل الحبيبات ديالي كامل، وهنا بعد ما كملتهم نفتحهم بهذه الطريقة، يعني نشرطهم بهذه الطريقة. ونديرهم على في الفرن يطيبوا على درجة حرارة 180 درجة. كما راكم تشوفوا جاوا روعة، نتمنى تجربوهم، وما تنساوش تابونوا عندنا في القناة ديالنا، ومع السلامة.